الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نعم الله تعالى علينا أن يكرمنا بأن نجتمع كل أسبوع لنتدارس ونتفكر ونتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مادة العلوم النبوية، نقرأ فيها كتاب الحافظ عبد الله بن محمد بن صديق الغماري في كتابه الأحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله. جمع فيه ما يقارب 43 من الأحاديث التي تتكلم عن جانب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والكتاب وإن كان في عنوانه متصل بموضوع الفضائل المحمدية، إلا أنه في طياته يحوي أحاديث تتعلق بعدة علوم تتكلم عن جناب النبوة، لأن العلوم التي تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي 5 من العلوم: علم السيرة، وعلم الشمائل، وعلم الفضائل، وعلم الدلائل، وعلم الخصائص. علوم 5 نلج من خلالها إلى باب معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نزداد معرفة برسولنا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فإن لا بد لكل مؤمن أن لا يمر عليه يوم إلا وهو يزداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه إن عرف رسول الله أحبه، وإن أحبه اتبعه، وبعد ذلك ينال وراثة المصطفى. ولا أعلى من هذا المقام، مقام الوراثة عن رسول الله في الصورة والسيرة والسريرة. نسأل الله أن يرزقنا هذه الوراثة، وأن يجعلنا من أوفر الناس حظا من وراثة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.